لو عايزه تعملي حلو المستعجلين، لو جايلك ضيوف على فجأة وعايزه تعملي حاجه حلوه وشيك وتقدميها وتاخدش منك وقت، يلا بينا الفيديو ده بتاعك والفيديو ده ليكي. وصفتنا النهارده تجنن. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش اول حاجه تعملي لايك للفيديو، وبعد كده ننزل بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هتجيبي الطاسه بتاعتك، هتنزلي فيها بكوبايه سكر، عليها كوبايه ونص ميه، هرفعهم على النار. اول ما ياخد معايا غلوه واحده ببدا اشيله من على النار واركنه كده ايه جنبي على البوتاجاز. بعد كده هجيب الطاسه التانية، هنزل فيها بمعلقه كبيره من السمن البلدي او الزبده، وعليهم كوبايه من السميد الناعم اللي هو سميد البسبوسه اللي بنشتريه من عند العطار العادي. وعلى النار بقى ببدا ايدي فيه، ما برفعش ايدي منه في التقليب. بياخد معايا كام؟ بياخد معايا من 7 ل 8 دقائق، 10 دقائق بالكتير. اول ما يبدا معايا لون يلون ويبقى بالشكل ده، طبعا جنبي الشربات اللي انا لسه عاملاه، هبدا انزل بالشربات عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايدي طبعا فيه تقليب مستمر. هيبدا بقى تحسي ان هو سايل معاكي، بس هو هيشرب كل السوائل دي. دلوقتي هتشوفي كل السوائل هيشربها ويبدا قوامه يتقل معاكي. طبعا لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واكتبوا لي بقى في الكومنتات انتوا بتشاهدوني منين او بتتابعوني من اي بلد او من اي دوله. خلينا كده نتعرف على بعض. وبعد كده بيبدا القوام معايا يتقل زي ما انتوا شايفين مع التقليب المستمر. انا عايزه بوريكم المراحل اللي انا يعني بتمر بيها الوصفه، علشان تبقوا عارفين في اي وقت خلاص كده الوصفه معاكي استوت ولازم تتشال. شايفين بقى القوام ده؟ اول ما يعمل بابلز كده وتلاقيه تقيل كده معاكي، هو ده القوام اللي انا هرفع فيه البسبوسه بتاعتي من على البوتاجاز او من على النار. هكون بقى مجهزه جنب البايركس بتاعي مش مدهون اي حاجه خالص، هنزل فيه بالبسبوسه بتاعتي الحلوه دي وهبدا اسويها في البايركس، وهبدا اركنها على جنب لغايه لما ابدا في الطبقه التانية هي طبقه الكريم. بمنتهى السهوله جدا وصفتنا النهارده هتعمليها. كل الموضوع كله نص ساعه، والله نص ساعه مش اكتر من كده هتكوني عملتيها. يعني مش قادره اوصف لها، يعني اوصف لك حلاوتها. لما تبقي عايزه تاكلي حاجه حلوه كده ومسكره ومش عايزه بقى تشغلي فرن ومش عايزه تقفي كتير، هتقومي تعملي الوصفه دي. نروح بقى على الكريم. كريمه عندي 3 كوبايات حليب، يا سلام لو كامل الدسم. وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر، يعني ما يعادل كوبايه اللبن او الحليب ليها معلقه كبيره سكر. هنزل كمان بمعلقه كبيره هرميه من الدقيق، وهنزل كمان ب3 معالق كبار هرميين من سميد البسبوسه الناعم اللي انا استخدمته معاكم في الاول. كل المكونات دي تقليبه كده على البارد، وهرفع على النار. اول ما يبدا يتقل معايا انا ضفت ماء زهر، ماء ورد. تقدري انت بقى تضيفي ماء زهر، تقدري تضيفي فانيليا، بتودي الطعم في حته تانية الصراحه. هبدا بقى اخد الكريمه بتاعتي بعد ما بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل بيها على البسبوسه. هسويها كده وهبدا ادخلها التلاجة معايا ساعه واحده بس. وبعد كده هبدا ان انا اقسمها واقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها بمنتهى السهوله. بعد كده حبيتي بقى تزوقيها كده بشويه جوز هند على الوش، شويه كريمه كمان لو عندك كريم شانتيه تقدري تعملي طبقه كمان كريمه. زر الورد بقى ده يعني بيخليها في حته تانية. على فكره زر الورد ده صحي وبيتاكل ما فيهوش اي مشكله. ولو مش حابه تاكليه انت ممكن تزوقيه بيه، احنا بنضيفه طبيعي على البهارات وعلى الحاجات في الاكل عندنا. بعد كده بتقدميها بالشكل الحلو ده. انا عايزه اوريكي شكل الطبقات، يعني حاجه كده مش هتقدري تبطلي منها اكل. انا مش مسؤوله بقى عن اللي هياكل منها كتير ويتخن، انا ماليش دعوه. فيعني حاجه كده مش هتقدري تقاوميها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير للفيديو علشان الكل يستفيد.